ساعات قليلة بتفصلنا عن موعد انطلاق البطولة العربية المقامة في السعودية بمشاركة الفارس الأبيض ممثل مصر الوحيد بعد اعتذار الأهلي وخروج طلائع الجيش من الدور التمهيدي. الزمالك بيدخل البطولة وهو خارج من موسم مأساوي على كل الأصعدة وجريح بشكل مؤلم لجمهوره اللي يعتبر خرج خالي الوفاض الموسم ده، اللي أصبح أمله الوحيد فيه هو البطولة العربية فقط لا غير، وبدون تحقيق لقبها سيصبح الموسم صفري رسميا. عشان كده جمهور الزمالك عنده آمال وطموحات كبيرة مع فريقه في البطولة العربية، وسادت حالة من الارتياح بين جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة بعد أن صرح أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك في أكتر من مناسبة بأن الزمالك أنهى 3 صفقات مميزة وقوية سيتم الإعلان عنها قبل بداية البطولة العربية مباشرة. ولكن ما فوجئ به جمهور الزمالك أن البعثة سافرت للأراضي المقدسة بدون الإعلان عن أي صفقات جديدة، بل افتقد الفريق لجهود سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه، وهم عنصرين مميزين جدا وذو ثقل في الفريق آخر موسمين، طبعا لأنهم انتقلوا لنادي بيراميدز. فقط تم عودة محمود علاء ويوسف أوباما وأحمد أيمن منصور من الإعارات وانضموا لبعثة الفريق المسافرة للسعودية. في كل الأحوال نتمنى التوفيق لممثل مصر في هذا الكرنفال العربي الكبير.